السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ والله العظيم وحشني جدا جدا جدا. بقالي كتير منزلتش فيديوهات، والله مش عايزه اقول لكم انتوا وحشني قد ايه. وبحس ان انا معاكم، والله العظيم انا مفتقداكم جدا جدا جدا. كان عندي ظروف كده واتاخرت عليكم، معلش يعني. طبعا انتوا بتوحشوني بجد. النهارده هنعمل حاجه سهله وتحفه وجميله جدا. على قد ما هي سهله، على قد ما هي حلوه قوي قوي، وكل الولاد بيحبوها جدا. هقول لكم هنعمل ايه على طول. يلا بينا، يلا وحشاني جدا جدا. هنعمل بقى النهارده ميني كب كيك. تمام، ميني كب كيك. هقول لكم معايا ايه على طول، وحاجات سهله وصغيره وجميله وحبه مش كتير. طبعا انتوا عايزين تضاعفوا الكميه، انتوا براحتكم خالص. انا عامله كميه صغيره عشان اوريها لكم، وحاجه كده جميله جدا، وحجم صغير عشان الاطفال برضو ما ياخدوش واحده كبيره مش بيقدروا يخلصوها. اقول لكم معانا ايه. معانا بص بقى، انا عامله معيار بتاعي من الكوبايه الصغيره دي يعني تعتبر مثلا نص كوبايه من العاديه. خلاص. ادي معانا كوبايه سكر، معايا معلقتين مليانين صغيرين كاكاو خام، 3/4 كوبايه لبن من الحجم اللي قلت لكم عليه ده، و3/4 كوبايه زيت عادي خالص، بيضتين وفانيليا وبيكنج باودر وكيك شيف. هناخد منهم معلقه صغيره بيكنج باودر ومعلقه كبيره من الكيك شيف. خلاص كده. ودقيق طبعا حسب ما هياخد ان شاء الله باذن الله. شوف هياخد قد ايه مننا. خلاص. هنعمل ايه الاول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سمي كده بسم الله. بجد انتوا وحشيني بجد يعني، والله العظيم. كده معنا بيضتين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. اول حاجه كده هنحط عليهم شويه فانيليا صغيرين، طرف معلقه بس كده عشان ما تمررش معانا. خلاص. هنضربهم بقى شويه دول. بسم الله الرحمن الرحيم. بجد يا جماعه، بجد والله العظيم وصفه حلوه وحاجات ماني كده جميله، هتبقى شكلها تحفه 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 يعني. هنضرب بس الاول البيض شويه صغيره كده. هنحط طبعا مع السكر عشان يتضرب بالمره. هو انا ممكن كده اضرب دولت بالمضرب، ماشي، عشان يبقى اسهل. وطبعا انتوا عايزين تبقى المضرب اليد ومفيش مشكله خالص. انا هضربه دلوقتي ضربه صغيره كده بالمضرب الكهرباء، ونرجع مع بعض تاني عشان بس الصوت وكده ما يضايقكوش، وهوريها لكم بعد ما اضربها. بس كده، مش ضرب جامد قوي يعني ولا حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. لحد لونها بس ما يتغير شويه تبقى بيضه كده. لسه ما حطيناش حاجه خالص عليها، لسه ما حطيتش الا البيض والفانيليا والسكر بس. هنعمل ايه بقى كده؟ السكر داب. بسم الله. نحط الزيت. سهله خالص خالص، مش محتاجه اي حاجه. اللبن والكاكاو على السائل، على الماده السائله عشان يدوب كويس. شيل بس الحاجات دي ملهاش لازمه. السباتولا بقى معانا بالمره. بسم الله. ده بقى ندوبه كويس جدا يا جماعه، كويس جدا لحد ما الكاكاو كله يخش فين؟ في الماده السائله دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. معلقتين مليانين صغيرين كاكاو، بس هو لونه غامق قوي فمغمقها تحفه يعني بصراحه. انا جايباه من عند العطار الكاكاو ده، بس يعني بصراحه عطار عندنا نضيف قوي 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 يعني، الكاكاو بتاعه تحفه بصراحه. ساعات بتجيبي كاكاو كده يبقى فيه تراب، لا ده نضيف قوي بجد. شويه بقى كده معلش نضربها قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان يدوب جدا جدا يعني، ميبقاش فيه اي تكتلات. بسم الله.
سهله خالص. طول ما انتوا شغالين كده تشيلوا كل اللي بتخلصوه. ده بقى كوبايه الشاي بتاعتي، اشرب منها بق كده. اتفضلوا معانا بقى شاي. بسم الله. خلاص كده تمام جدا. هنحط ايه بقى؟ بسم الله. ده دقيق، ما تحطيش كتير عشان لو تحتاجي تاخدي احسن يعني. ما تحطيش كله مره واحده وبعدين يبقى ايه، يبقى انت حطيتي البيكنج باودر يبقى كتير على الدقيق ويتشال ببيكنج باودر. معلقه صغيره كيك، ده بيكنج باودر، نحط معلقه ايه صغيره. بسم الله. سوري بقى، دي معلقه غيرها عشان معلقه وقعت. ومعلقه بقى كبيره كيك شيف. بسم الله. كده خلاص هقلبهم في بعض، ندمجهم بس كده مع بعض. عايزه ذره ملح بسيطه جدا جدا جدا، لا تذكر اساسا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو لا تذكر، بركه كده. بسم الله. ادمجيهم كده مع بعض، الكيك شيف والبيكنج باودر والملح. ملح يعني حاجه على فكره لا تذكر يعني. صلوا على النبي كده، احنا بنشتغل. وبسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. واحده واحده بقى كده. بسم الله. مش كل مره واحده، احنا لو احتاجنا دقيق احسن دقيق يزيد مننا يعني. وهو فيه البيكنج باودر والكيك شيف، نحط بالطلب احسن. بسم الله. الكب كيك يا جماعه بيبقى مش زي الكيك العادي، بيبقى اتقل شويه من الكيك العادي. تمام. طبعا كده لسه هو محتاج. بسم الله. بالراحه كده عشان ايه ما يبهدلكيش الدنيا. اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. خليش بقى دي كده واضح فيها خالص. بسم الله. اهو خلي ايه مفيش دقيق خالص كده باين اهو. بص يا جماعه الخليط، هو ده الخليط بتاع الكب كيك. بسم الله. بصي اتقل شويه من الكيكه العاديه، شايفه الشريط بينزل تقيل قوي. بصي اهو. تمام. انا كده تمام جدا، مش محتاج اي حاجه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا كله كله كده، مش هسيبك يعني، مش هسيبك اهو. قولوا بقى عليا ايمي بخيله، قولوا بقى اللي انتوا عايزينه، بس ده عشان كده حرام يعني. اهو خلاص. احنا كده بقى هجيب انا القوالب. ده القالب بتاعنا، حاطه فيه بقى بصوا ورق صغنن عشان تبقى ميني، ورق صغنن خالص. بسم الله بقى نجيب معلقه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وحقيته يعني يتحط في كيس حلواني، هيبقى سهل جدا. طب اقول لكم حاجه، انا هروح احطه في كيس ماشي عشان انزله سهل في القوالب بتاعته ماشي، ما يطلعش بره القالب عشان ايه ما يتحرقش. خلاص وارجع لكم تاني على طول. احطه في الكيس ده اهو. تمام. نفتحه فتحه بقى مش كبيره قوي، المقص كده. ده سهل بقى جدا انك تصبي في القوالب. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو لحد ايه 3/4 كده القالب. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بصوا سهل ازاي بقى، فكره جميله ومش هتوسخي الدنيا ولا يقع على القالب من بره يتحرق ولا اي حاجه خالص. بسم الله. يلا يا عم
اهو. تمام، كمل كله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كده يا جماعه مولعه الفرن، ماشي، بقالي من ساعه ما بدات وانا مولعه الفرن، ماشي، لكام 180 درجه. هيبقى سخن جدا وهيخلصها اوام اوام، مش هتنشف معانا عشان ولع من بدري. بسم الله. هنشوف هتعمل قد ايه بقى من الميني كيك ده، من الميني كب كيك ده. لسه طبعا في تزويق بقى وتزيين وحاجات جميله قوي والوان وتحفه. اي حاجه تيجي على القالب يا جماعه من بره لازم تتمسح، عشان ده بيحرقه ويبوظ الدنيا، يبوظ القالب على طول. بسم الله كده، ولا بهدله ولا اي حاجه. ان شاء الله يبقى جميل ويعجبكم جدا جدا. لسه كمان هنشوف التزيين عشان الولاد هيفرحوا بالتزيين ده قوي قوي. بس يلا كفايه كفايه خلاص. طبعا هو لسه هيعمل تاني معانا، لسه كميه تانيه. هحط دول في الفرن وهسويهم واطلعهم ونرجع نشوفهم تاني، وهعمل الكريم شانتيه قدامكم. شوف قد ايه الكميه بتاعته بتبقى ازاي، وهنرجع مع بعض تاني اما دول يطلعوا من الفرن ان شاء الله. هنا بقى الكيكه في الفرن، ماشي، وهناخد بقى ايه يعني وقتنا كده. كده حطينا بقى الكيكه في الفرن، هنعمل ايه فرصه كده بسرعه عشان ايه نكسب وقت، يعني بدل ما نستناها لسه لما تستوي وبعدين اصور. ماشي، هنعمل ايه دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دي كوبايه كريم شانتيه خام، وهدوقها برضو عشان ما تكونش فيها ايه سكر ولا حاجه. بسم الله. هو فيه سكر شويه، فانا مش هحط له سكر كتير. ودي لبن متلج جدا جدا، يعني مطلعاه من الفريزر. هحط كوبايه وكوبايه، وهحط شويه سكر صغيرين، معلقه سكر كده. خلاص، هدوب بس شويه كده صغيرين قبل ما اعمله المضرب، عشان ايه ما يتطيرش علينا ويبهدلنا كده. كده خلاص، هبدا انا بقى اضربه بمضرب الكهرباء عشان ما يعملش صوت معاكم كده هو يبهدل الدنيا خلاص ويضايقكم. هضربه وارجع تاني واشوف هنعمل ايه فيه. بسم الله. بصوا بقى يا جماعه، طلعنا اول مجموعه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. طالعه في منتهى التحفه، روعه روعه الروعه كده. بصوا الجمال، بصوا الجمال يا جماعه، روعه جدا جدا. وطبعا كان معانا لسه تاني، شلنا الورق وحطينا طبعا غيره، وهنصب الباقي. بسم الله. زي ما احنا قلنا 3/4 طلعت مظبوطه قوي. 3/4 الايه القالب اللي معانا ده طلعت كده قبل فوق كده وتحفه جدا. بسم الله. عملت ما شاء الله. يعني شوفي، يعني ان شاء الله دي هتبقى يعني ايه كوبايه دقيق وربع كده. طلعوا الكميه دي كلها. بسم الله. طبعا هكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. بصوا طلعوا قد ايه. ولسه احنا دلوقتي عملنا كريم شانتيه شويه ضربناه وحطيته في الفريزر شويه، ويتضرب تاني بعد ما تحطي في الفريزر بينفش اكتر ويبقى هش قوي، ماشي، يبقى زي الجاهز بالظبط. ما شاء الله ما شاء الله بصراحه على الكميه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بركه كده ربنا تيجي فيها وتقولي بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. كنت شغاله. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله. يعني هو عايز طبعا تاني قوالب، بس انا ايه هحاول اقسمهم بقى على كل ده وخلاص. كان عايز قالبين ولا حاجه، فمش هنعمل لا شغلانه عشان 2 قالب ولا حاجه بقى. احنا هنلم بيهم كده وخلاص اهو. في كل واحده نقطه كده بقى ونخلص من اللي معانا دول. بسم الله اهو.
هنقسمهم عليها بس كده عشان انا مش عايزه احط ايه مره تالته في الفرن، يعني كده كفايه مرتين وخلاص. خلاص كده هنحل في الكيس يعني. والله لا انت منزل كل اللي فيك يا كيس اهو، مش هنسيبك. عندي بقى اللي بيتعلق عليا في الكلام ده فريده، بنتي حفيدتي، تقعد تقول لي بقى يا ايمي لازم كل حاجه لازم تنزل كده قوي يا ايمي. ايوه يا ستي، مش هنسيب حاجه يا فريده. هي فريده عشان تقعدي تقولي لي قوي بقى. كفايه يا ايمي خلاص. لا يا ستي اهو خلاص. طب كده يا فريده عشان خاطرك انتي خلاص اهو، بس ما سيبناش حاجه في الكيس يعني برضو يعني يا فريده. خلاص هحط كده دول في الفرن. طبعا الفرن قايد، احنا لسه مطلعين منه دولت، مش هياخدوا برضو 5 دقايق ان شاء الله، 10 دقايق بالكتير باذن الله ونكون مخلصين. وانا اعمل الكريم شانتيه اضربه تاني ضربه ماشي، واوريهولكوا برضو عشان في الوان هنعملها وحاجات في منتهى الجمال مع بعض. يلا على طول ندخل الفرن ونرجع مع بعض. بصوا بقى الكريمه التحفه تقيله ازاي، روعه. بصوا ما بتنزلش بسهوله ازاي. هنعمل ايه بقى؟ بسم الله. هنقسمها على 2. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه التقل بقى عشان اللبن مجمد، يعني ساعه جدا، مش مجمد يعني تلج، لا هو ساعه قوي قوي. بسم الله. برضو هناخد كل اللي في الطبق، مش هنسيبه. بسم الله. بس كده هنجيب اسباتولا تانية عشان لونين مختلفين. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الوان للكريم شانتيه ماشي، الوان طعام صحيه. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف لون ايه ده انا مش عارفه والله، احمر باين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما كنت اعرف. هنخليه بينك. بسم الله. هنغمقه سنه طيب عن كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحطه تاني بعد ما احط له اللون في الفريزر شويه على ما بقيه الكيك يطلع من ايه، من الفرن. تمام. نقلب بس ايه، ندوب كل اللون، متخليش رخاميه كده، لا تبقى كلها لون واحد اهو. هنحطه طبعا في الفريزر تاني. ده كده لون خلاص اهو. اللون التاني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي معرفوش برضو لسه بيتهيألي يعني لبني، بيتهيألي بيتهيألي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو برضو، انا بجرب معاكم الالوان والله. يبقى لون ولادي ولون بناتي. اللبني ده التركواز ده للولاد والبنك للبنات. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلبه بس عشان ايه ندمج اللون عجل يعني. بسم الله. خلاص كده انا هحط ده في التلاجة طبعا شويه عشان التقليب ده ممكن يكون ايه بيخففه سنه، فاحنا هنحطه في التلاجة ماشي. ونطلع بقيه الكيك واحطه في الإماع عشان التزيين، وارجع لكم ان شاء الله على طول. بصوا بقى طلع كميه قد ايه يا جماعه، يعني كميه بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، طالعه كلها روعه الروعه كده روعه. هنعمل ايه بقى؟ هنزينها تزيين خفيف بسيط، طبعا دي ترجع لكم انتوا براحتكم خالص انتوا اهو. ده لقيت عندي شوكوبون كده ممكن نحط عليه، يعني ممكن
شوف شكله يبقى شكله ايه. وعبينا اهم الحاجه في اكياس تلاجة عادي خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي انت بقى زيني ايه براحتك خالص، دي كفكره، وانت بقى براحتك. بصوا شكله جميل جميل جميل. اهو زي ما انت عايزه تزيني براحتك خالص. اهو كريمه ماسكه نفسها وجميله. طبعا انا مش هبقى زي بنتي الخبيره بتاعه الكب كيك، معلش يا هدير بقى اي كلام انا عارفه، بس هو مظبوط جدا يعني اهو، بس طبعا مش زي ما انت بتزينيه. اهو بصوا تحفه جدا. ورده اهي، ورده اهي، زي ما انتوا عايزين تزينوه تزينوه. اهو شكله روعه ازاي. اهو بصوا الجمال، بصوا تحفه، تحفه جدا بجد يعني، لونه منتهى الجمال. هنعمل ايه؟ هنعمل شويه برضو اللون التاني. طبعا هنحط ده عليها بقى اي شجبون كده، اي لون يعني زي ما انتوا عايزين. ممكن الفورماسيل، اي لون كويس برضو مع البينك بيبقى حلو قوي. اخضر براحتكم. اهو حطي اكتر من واحده عادي برضو. اهو روعه روعه. شيل ده، حط التاني اللون التركواز. بسم الله. زينه زي ما انتوا عايزين يا جماعه، دي مجرد فكره. بسم الله. ده برضو لونه جميل قوي قوي قوي. الولاد بقى ياخدوا التركواز ده، والبنات ياخدوا البينك. بصوا جمال، بصوا لونه. رائع، مظبوط جدا. ايه رأيكم في الجمال ده بقى؟ امسح ايدي بس اوريكم شياكة والجمال. نحط عليه اي لون، البينك الاحمر برضو مع التركواز جميل. شوفوا تحفة ازاي، ولاد بينبسطوا جدا جدا من الالوان دي يا جماعة. وشاركوهم، خلوهم يعملوا معاكم. انا هعمل بقى الكمية كلها وارجع كده اوريها لكم. شفتوا بقى الكمية يا جماعة، التحفة التحفة، كمية جميلة جدا كتير وروعة. وهي نفسها بص شياكة وجمال في منتهى الروعة، واللون روعة تحفة. بس طبعا الإضاءة مش جايبة اللون التمام. ماشي، احنا برضو هنشوف واحدة مع بعض كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى الجمال والهش تحفة. بص هشة ازاي من جوه في منتهى الروعة يعني. اتفضلوا بقى، والله اتفضلوا، تنوروني وتفضلوها بجد. تحفة جدا وطالعة هشة في منتهى الجمال. وانا هدوقها برضو. تحفة بجد روعة. المقادير مظبوطة جدا، وانا هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف عشان تبقى متأكدين منها تمام. وهي ان شاء الله باذن الله مظبوطة جدا جدا زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. يعني انا مش عايزة اقول لكم الشياكة والجمال ازاي. وتزينوا زي ما انتم عايزين، ممكن تحطوا فرماسيل عليها، ممكن تحطوا اي حاجة بقى، انت براحتكم خالص.
وانا كده خلصت الفيديو. يا رب يكون كده، يا رب عجبكم وينال رضاكم يا رب. واعملوا الوصفه دي يا جماعه، والله العظيم حلوه قوي قوي. وانا كده تعديت على شغل بنتي، هي بتعمل حلويات لينا بصراحه كلها. معلش يا دودو. يا رب بس يا هدير تعجبك الحاجات دي وتعليمك يكون نافع. متشكره جدا 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 ليكم كلكم، هتوحشوني جدا جدا جدا. وباي باي، والسلام عليكم.